ما كانش أبدا راجل عادي، كان أسمر خفيف الروح شديد الذكاء. كان طلبه الوحيد إنه لما يموت يتكتب على قبره عاش من أجل المبادئ ومات من أجل السلام. ذكريات مش ممكن ننساها عن الرئيس الشهيد أنور السادات. خليكم معايا. دي آثار الدم على البدلة العسكرية الخاصة بالرئيس الراحل أنور السادات، واللي استشهد بيها يوم العرض العسكري في 6 أكتوبر 1981. زي ما حضراتكم شايفين حتى طلقات الرصاص ما زالت موجودة على البدلة بتاعته. كمان هنا في القرآن الكريم اللي كان بيقرأ فيه الرئيس الراحل أنور السادات في خلال زيارته لقريته في ميت أبو الكوم، العصاية الخاصة اللي كان دايما يمسكها، صور ليه، ودي السبحة اللي كان بيسبح بيها الرئيس الراحل أنور السادات، والكبريت، كل المتعلقات الخاصة بيه، ومكنة الحلاقة زي ما حضراتكم شايفين. ذكريات ما زالت حية في قلوبنا. ربنا يرحم كل أبطال أكتوبر. وأمانة ما تنساهاش سيرة الناس اللي ماتوا، وبأدعي للي عايش وترحم على اللي ماتوا.